بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل فيديو جديد. بس لو كنتي اول مرة تشوفيني يا ريت تشتركي في القناة وتدوسي زر الجرس وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد، وتدوسي لايك للفيديو. النهارده عملت فيديو صغير كده، كانت حاجة يعني مش كبيرة قوي، بس حاجة بسيطة لأن أنا كنت تعبانة وبعدها تعبت بقى جدا. خدت دور برد جامد قوي ولسه يا دوبك قادرة أتكلم النهاردة. فقلت بقى أسجل لكم الفيديو عشان أنزله. النهاردة كنت كده يعني عايزة حاجة خفيفة، ما كنتش قادرة أقف في المطبخ. فعملت اللي هي الصدق بالطماطم أو بالصلصة ورز. بس انا كنت جايبه بزله، وانا بحب قوي اجيب البزله. اول ما ادوق كده البزله الاقيها معسله او شاريه على طول منه. انا لقيت البزله طعمها معسل قوي فرحت شاريه منها وحبيت احفظها بقى. حطيتها انا بقى بعد ما افصصها بغسلها وبعدين احطها في ميه على النار تغلي غلوة واحدة، تقلب كده غلوة أو غلوتين، وبعدين أصفيها وبعدين أحطها على طول في أكياس، أحطها في الديب فريزر، ومحطهاش في مية ساقعة ولا حاجة، بتطلع زي الفل طبعا. وبعد كده خدت المطبخ كده تنظيفة بسيطة، وخدت المواعين كده بسرعة عشان نفضي مكاننا ونوسع حوالينا. طبعا الجو طبعا تلج وشتا من امبارح في اسكندرية، هنا عندنا شتا جامد جدا ورعد وبرق. اليومين اللي فاتوا دول من أول امبارح، وأنا طبعا كنت نازلة بشتري حاجات مرة وما كنتش بقى أخد بالي، وراحت الدنيا بقى شاتشي عليا وأنا ماشية، وبعدين شوية هوا نشفوا الشتا فخدت الدور برد، يعني الحمد لله رب العالمين. ادعوا لي بقى ربنا يكرمني كده وأكمل شفايا على خير. فجبت بقى ال بتاع ده اسفه، الصدق. معلش بقى اسفه يعني مش مركزه. وجبت بقى هنحتاج نجيب طماطم عادي معصوره وتوم. شكرا، معلش اسفه. وبعد كده حطينا حلة على النار، حطيت فيها سمنة حتة زبدة، وحطيت دقيت التوم، وقشرت طبعا التوم زي ما انت شفتوا كده ودقيته وحطيته في الزبدة. أول ما التوم تصفر أو يعني تبقى تدبل، تحس إنها داخلة على سوا كده، بحط الطماطم المعصورة. وهي بتبقى أكلة أولا بسيطة جدا، تاني حاجة بتشبع، يعني ممكن الصدوق وهو سندوتشات أو مع مكرونة ميبقاش بيشبع أوي زي اللي هو بالصلصة ورز وكده، بيبقى مشبع وبيبقى طعمه حلو أوي. وبعدين حطينا الطماطم وقلبنا وحطينا ملح وفلفل أسمر، وما بنحطش ملح كتير ولا بهارات، لأن أصلا بهارات الصدوق بيبقى الصدوق فيه بهارات أصلا، فبتنزل في طعمها في الصلصة وبتبقى طعمها جميل قوي قوي، فمش لازم إن احنا نحط ملح كتير أو كده، يمكن ممكن تظبط الملح بعد ما يستوي. وطبعا حطيت الطماطم تتسبك، وبعدين حطيت طاسة حطيت فيها برضو حبة زيت صغير قوي، وحتة بصلة صغننة جدا، وحطيت الجزر. أنا كنت حافظاه، كل ما بجيب جزر كده بقشره أقطعه وأحطه في علب كده، بجي بقى أشتغل للبزلة للخضار السوتيه لأي حاجة، بطلع العلبة وأحطها على النار على طول، بتبقى خفيفة. وبعدين الجزر بيجيله وقت كده بيبقى حلو معسل وشكله حلو، في وقت بيبقى مش حلو، فأنا بشيله بحيث الوقت اللي يبقى الجزر فيه مش حلو ده بستخدمه. وحطيت عليها شوية مية بسيطة وشوية بتاع ده ومرقة، وحطيت وقفلت عليه وقفلت عليه الغطا. وبعد كده حطيت الكوسة وشوية مية برضو وقفلتها. وانا اسفة جدا من الصوت ده، لاني ده واحد معرفش بيبيع خضار الساعة 9 و10 بالليل، مش عارفة بيبيعها لمين صراحة. فقفلت طبعا عشان خاطر انا كنتش عاملة عطية اخوانا، يعني كنت بصور براحتي.
وبعد كده عملت الرز، والرز طبعا سهل جدا، انتوا عارفين بحط المادة الدهنية ايا كانت، زيت، سمنة، زبدة، وبعدين بحط عليها المية والملح، وبعدين ما تغلي بحط الرز عادي، بسقط الرز، والملح بيبقى طبعا انا بحط كل كوباية رز معلقة ملح صغيرة، وبعد كده بتغلي المية بقوم شايلاه على العين الصغيرة، واحط تحته الشياطة، بيبقى زي الفل ومفرفر في منتهى الجمال. وبعد كده احنا حطينا بعد ما الصلصة اتسبكت حطينا الصدوق، واستنينا لما استوى، ده المخلل اللي عملناه مع بعض، وجربوها هتبقى أكلة حلوة قوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.